غادر مطار القاهرة الدولي امبارح حقيقة، مش في هذه الأثناء، فهم في هذه الأثناء في سوريا الحبيبة. وفد إعلامي مصري سافر لسوريا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية. بعض القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية المصرية في زيارة تستغرق عدة أيام يتابع خلالها آخر التطورات على الساحة السورية بعد انتصار بشار، انتصارات الأخيرة حقيقة اللي بيحققها بشار وجيشه الوطني الحر. الوفد المصري الإعلامي بيضم ثلة حقيقة من كبار الإعلاميين المخلصين والوطنيين، يوسف الحسيني وآخرين. ومن المقرر أن يلتقي الوفد بعدد من كبار المسؤولين السوريين، ومن المتوقع ان يزور مدينة حلب عشان يشوف احتفال حقيقة زي ما إلهام شاهين احتفلت في اول يوم حقيقة في مداخلة. هم رايحين يكملوا الاحتفالات ويعملوا تغطية حقيقة للجيش السوري العظيم حقيقة، اللي قتل مئات الالوف من ابناء وطنه وهجر الملايين حقيقة وما زال بشار الاسد حقيقة بيحتفل ومصر بتشاركه الاحتفال. والحسيني كتب في طريقي للمطار الان عشان تغطية ان شاء الله متميزة. ده المواطن حامل سيفه اللي هو يعني يلا نسجل هنا نسجل هنا. ده بس اطلاله سريعه كده على موضوع الدوله الهبله. ما هو دي واحده من اهم ادواتها صدر البلد، دي مجمعه كميه تجميعه زيها كده زي القناه اللي اسمها بتاعه حساسين، اللي هي فيها حساسين ابو امير والكوكبه الرائعه دي، تقريبا فيها رانيا العاصمه وفيها رانيا فيها كوكبه تاريخيه حقيقه تتناسب برضو مع الذكاء. يعني بص، هي الحاجات بتاعت المخابرات الحربيه تتناسب مع هذا الذكاء حقيقه. ما علينا، جزء الاكذوبه وهذه الفضيحه المدويه جدا حقيقه استكمال ماشيه في نفس السياق. دي ما كانتش مفاجاه حقيقه، الضياع في الاعداد وضياع المعلومات واي هكس في اي حاجه وحط كل حاجه، ده دايدا حقيقه العمل. ولو مش عارف دايدا بقى يعني تبقى مشكله. يعني ده سلو حياتهم، ماشيها سلو حياتهم في اعداد برنامج المخبر الاول في هذه البلاد. على سبيل المثال وليس الحصر، لان الحصر ده ما حدش يجرؤ انه يقوله لك انه يقدر يحصر هذا العته في هذا البرنامج ده، بس على سبيل المثال كده شويه امثله بس عشان ننعش ذاكره حضرتك. اهو هذا هو الارهاب اللي بيجري اهو اللي داخل فرد الامن، اهو فرد الامن حاول اشتبه فيه، هو جري دخل ثواني وهنلاقي الانفجار. ده الارهابي اللي دخل فجر الكنيسه. سير جايه منين بيشيلوا عربيه اهي طبعا عليها سلاح، يبدا يضرب بالسلامه هي واللي جايه دي وراها كمان ما بيسيبش ولا عربيه ولا فرد. لو فرد واحد بيديله اتعمل حاجه اسمها فيروس سي، مصر رقم 1 في العالم. ما تابعتيش العالم بيكتب ايه عن مصر في العلاج ده وعالجته مصر ازاي وحلت الموضوع ده ازاي؟ والناس بتيجي من بره من اوروبا بيجوا يتعالجوا هنا في مصر. ده اطلاله كده بس على الماشي يعني كده والله في 5 دقايق يعني على بعض العته الالعاب والقصص والروايات. اي خزعبلات بتطلع هناك من ضمن خزعبلات يعني تقدر تجمعه كده مكان الاعاجيب قدام الكره السحريه. وعلى ذكر الكره السحريه والتلفيق والترويج، عايزك كده تسعد كده كمواطن باعترافات مفجري الكنيسه البطرسيه. هذا العمل الشائن حقيقه واللي بنرفضه كلنا، ولكن مهمه جدا اعترافاتهم كده. تعال نبص عليها. متعاطف عوض صالح نجم، عندي 33 سنة، شغال نقاش، ساكن في الزيتون، شارع فريد إمام، عزبة المبيض. بدأت التزامي الديني سنة 2007. اتعرفت على مهاب مصطفى قاسم وأخوه محسن ورامي محمد عبد الحميد وعبد الرحمن عبد الفتاح عويس ومحمد حمدي عبد الحميد. وبعد ثورة 25 يناير كنا بننزل المظاهرات في ميدان التحرير زي جمعة دعم الشرعية ومحمد محمودي وأحداث العباسية. في خلال انتخابات الرئاسة كنا بنأيد حازم صلاح واسماعيل، وبعد كده أيدنا محمد مرسي. وبعد ثورة 30/6 شاركنا في اعتصام رابعة العدوية. كنا بننزل نأمن المظاهرات والمسيرات في فروض خرطوش. طبعا كلام من عينة اصله بيقرا حاجه مكتوبه قصاده بتاع كلام رخم وعبيط، وكلام من عينة دونت بيكس حقيقه محمد محمود مع
جمعة الشرعية مع كده كلام ميكس أحداث يعني متناقضة مع بعضها تماما، وهذه القدرة على الاستيراد. إنما كل ده تسيبه، وعايزك تركز في حاجة واحدة حقيقة، وهي مش أول مرة حقيقة بنحاول نلفت انتباههم عشان التسجيلات اللي جاية وعشان الشعب. يا ولاد الشعب، هي ثورة 30 يونيو. بص حضرتك، يعني سمة غالبة في كل اللي بيعترفوا أمنيا واللي بتشوف تسجيلاتهم يقولوا كل حاجة ويلفوا كل حاجة، إنما لازم يقولوا يعني يتكلم على 25 يناير يتكلم على إنما يأتي عند ثورة 30 يونيو لازم يصف ثورة 30 يونيو بالثورة دي. ما كانتش المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، إلا إذا عدلوا سلوكهم وظبطوا نفسهم وخلوا الناس اللي تشتغل تكون أحسن من كده. ثورة 30 يونيو قاسم مشترك في كل اللي يتقبض عليه ويعترف. في خلال انتخابات الرئاسة كنا بنأيد حازم صلاح أبو اسماعيل، وبعد كده أيدنا محمد مرسي، وبعد ثورة 30/6 وكده وحصلت ثورة 30/6 فراح جه بقى ايه قال لي تعالى معانا رابعة في 2011 واشتغلت معهم حوالي 4 سنين. وبعد قيام ثورة 30 يونيو وإغلاق مكتب القاهرة ذهبت للعمل في الدوحة كمشرف. كله ثورة 30 يونيو، كل ما تعترف وتقف قدام الكاميرا في مصر لازم تؤكد ان ثورة 30 يونيو حقيقة. سبحان الله، الأقدار بتجمع حبال الأفكار من النقاش، وكل الاحترام لكل الصناعية وكل الإيد الحقيقية اللي تشتغل عشان رفعة بلدي لحد الصحفيين والمراسلين. الكل بيجمع لأن ثورة 30 يونيو. لا تجادل يا علي ولا يا جورج ولا أي حد، ما تجادلش ولا تتكلم في الموضوع، أنت هتشكك في المخابرات. برضه احنا عندنا أذكى جهاز مخابرات. سيادتك نقول أمريكا وإنجلترا ولا أمريكا بس ولا إنجلترا بس؟ يعني تختار ايه يا عاهل حسين؟ نقول مين اللي احنا مصر اتدكت، جنودنا عشرات الالاف ماتوا بيجروا ما عندهمش اي خريطه، كلهم في رقبه هذا الحكم العسكري، عشرات الالاف ولا يعرفوا اي حاجه، اتدمروا تبع المشير وسيبك بقى كان فين والقصه. قال له تحب حضرتك مصر الأراضي اللي خسرناها من 48 ل 67 هي تلت الأراضي اللي خسرناها في ال6 ساعات اللي عبد الناصر كان بيجهز اللقطة مع الملك حسين. نقول بقى إنجلترا وأمريكا مع ولا إسرائيل، ولا نقول بقى طال عمرك بس بقى دول؟ إيه رأيك نركب مين، نشيل مين الشيلة؟ الدنيا كلها بتضربنا عشان نجيب سبب للحكاية، ما شالتهاش الشيلة الناس تطلع تهتم باسم. ما نفعتش طب عبد الحكيم يا عامر ينتحر أو ينحر حقيقة. هكذا هو الوضع. الحكم العسكري واللقطة تاريخ طويل. إن شاء الله حقيقة هنعمل حلقة لمجموعة اللقطات الفاسدة. ربنا يعيننا على كل هذا اللقطات الفاسدة حقيقة في تاريخ الحكم العسكري عشان تعرف. قال له وخدت ايه في الآخر؟ قال له والله خدت مجموعة لقطات. ولكن يبقى نقطة ضوء في هذا الظلام تيران وصنافير اللي جمعت الأمة حقيقة في لحظة الخيانة الفاضحة. النهارده ممثلو الأحزاب السياسية اللي شاركوا في مؤتمر الدفاع عن الأرض واللي انعقد ظهر اليوم الأحد بمقر حزب الكرامة أعلنوا عن وصول أعداد الموقعين على عريضة رفض بيع الجزيرتين إلى 10,000 مواطن خلال 5 أيام فقط، مؤكدين على مواصلة معركة الدفاع عن مصير جزيرتي تيران وصنافير. واتفق الحاضرون على تنظيم أسبوع احتجاجي ضد قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان يتخلله عدة فعاليات تنتهي بالحشد للحضور لجلسة الحكم في القضية أمام الإدارية العليا يوم 16 يناير. واستنكر ممثلو الأحزاب رفض وزارة الداخلية الاستلام الإخطار اللي تقدموا به لتنظيم تظاهرة أمام مجلس الوزراء اعتراضا على موافقته على اتفاقية تعيين الحدود وإحالتها للبرلمان لمناقشتها، وذلك رغم حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها، موضحين أن ما فعلته الحكومة يعد اعتداء على سلطة القضاء. خدي يا حكومة هنعمل اختار اهو عشان هنعمل مظاهرة، هنعمل اختار، خدي عشان اختار نعمل مظاهرة. لا مش واخد. ليه؟ مخنوق النهارده، مخنوق، مش هاخد، مش هتعملوا مظاهرة.